عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا النهارده نعمل مع بعض غدا سريع جدا جدا، او ممكن يكون عشاء، وهو طبعا الرز بالكبد والقوانص. طريقته سهله وبسيطه جدا جدا، طعمه في منتهى الجمال. وجبه كامله متكامله، مش محتاجه معاها اي حاجه غير طبق خيار وطبق مخلل لو متوفر عندك. وزي ما انتم شايفين كده شكله يشهي جدا ويفتح النفس، وطعمه بجد كان خطير، لان عاملينه بتركات خطيره جدا جدا هتفرق معاكم في الطعم وكمان في الريحه. اكلناه مع طبق خيار زي ما قلت لكم، وطبق مخلل جزر ولفت، وده كنت عملته معاكم على القناه قبل كده. هسيب لكم الرابط بتاع فيديو تخليل الجزر واللفت ان شاء الله في صندوق الوصف. يلا بينا على طول نسمي الله ونبدأ في الوصفة بتاعتنا. بس الأول يا ريت ما تنسوش اللايك للفيديو والاشتراك في القناة علشان يوصلكم كل جديد. طبعا الوصفة بتاعتنا تنفع بأي كمية كبد وقوانص متوفرة عندك. المقادير بتاعتنا: معانا 3 قرون من الفلفل الأخضر البارد متقطعين مكعبات صغيرة بالشكل ده، وبصلاية واحدة كبيرة متقطعة مكعبات صغيرة. معانا كمان نص كيلو من الكبد على قوانص. القوانص طبعا بنشيل الدهون اللي عليها ومقطعينها ل4 أجزاء، وكمان الكبدة متقطعة على 3، تمام، علشان ما تتهريش معانا. في حله فاضيه عندي على النار هنزل بربع كوبايه زيت ومعلقه كبيره كده من السمنه البلدي لو متوفر عندنا، لو مفيش نعمل بزيت بس مفيش مشكله. بعد كده هننزل بالقوانص الاول وهنفضل نقلب فيها طبعا حوالي 5-6 دقايق. انا عايزاها يعني تكون معايا نص سوا، لان عموما لازم في الاخر يكون فيها قرشه كده، فعلشان الكبده ما بتاخدش وقت هننزل بالقوانص الاول. بعد 5 دقايق من التقليب فيها على النار، ولازم نقلبها بشكل مستمر، هننزل بالبصلايه الكبيره بتاعتنا المتقطعه مكعبات بالشكل اللي شايفينه ده، وهنقلب. وبعدها على طول هننزل بالفلفل الاخضر بتاعنا. لو عندكم فلفل الوان وحابين تضيفوه مفيش مشكله. نزلنا دلوقتي بالفلفل، هنقلب بقى تقليب مستمر الكلام ده كله لمده دقيقه. وكمان هننزل عليه بمعلقه من الثوم المفروم، وانا عاده بحب افرم الثوم في الهون بتاعي، فنزلت بمعلقه كبيره من الثوم المفروم ناعم جدا. وهقلب اول ما ابتدي اشم ريحه الثوم هبدا انزل بالكبده بتاعتي، لان خلاص القنصه اخدت او القوانص كلها اخدت تشويحه معايا محترمه. على فكره القوانص والكبد دي ممكن تكوني مشترياها، او ممكن ان انت تحوشيها لو بتجيبي فراخ مثلا في البيت. بعد ما بننزل بالكبده بنبتدي نبهر على طول. نزلنا بنص معلقه من الملح، نص معلقه من البابريكا، نص معلقه من القرفه، ونص معلقه فلفل اسود. القرفه هتفرق معاكي جدا جدا في الطعم. بعد كده هنبتدي نقلب بقى الكلام ده كله حوالي دقيقه كده، علشان ريحه التوابل بتاعتي تكون بارزه اكتر وتفرق معاكي في الطعم، يعني هتاخد تحميصه معاكي، فبالتالي هتديكي نتيجه افضل. بعدين هنبتدي نضيف كميه الرز بقى اللي احنا حابينها. انا هنا هضيف كوبايتين من الرز الابيض المصري. بنغسل الرز بتاعنا كويس جدا، بنصفيه وبننزل بيه وبنبتدي نقلب كده حوالي دقيقه لحد لما الرز بتاعنا يتشمع. بعدين بنضيف الميه المغليه بتاعتنا. ضروري جدا تكون الميه مغليه. لو انت بتعرفي تضيفي الميه بالنظر مفيش مشكله، فدي خلاص خطوه وعدت. طيب لو ما بتعرفيش، لو انت مثلا لسه بتتعلمي مثلا، فكل كوبايه رز مصري بتاخد قصادها كوبايه ميه مغليه. بنضيف الميه المغليه، بنظبط الحدق تاني، تدوقي الميه دي وتشوفي هل الملح مظبوط ولا لا. لو محتاج سنه ملح بتضيفي، لو خلاص مظبوط مفيش مشكله. بنغطي عليه ونسيبه لحد لما يتشرب. وهنا زي ما انتم شايفين الرز بتاعنا اتشرب. هنبتدي بقى نقلبه بالراحه جدا ونوطي النار خالص ونسيبه لحد لما يستوي سوا كامل. لو بعد مثلا ما بياخدش الرز المصري ما بياخدش وقت كتير، لو بعد مثلا 4 دقايق ولا حاجه جيت تدوقيه ولقيتي مثلا ان هو محتاج سنه ميه ولسه ناشف، عادي زودي ربع كوبايه صغيره بكوبايه الشاي كده ميه وسيبيه على نار واطيه جدا هيستوي. ده شكل الرز بتاعنا بعد ما استوى. بجد الريحه بتاعته كانت قلبة الدنيا، والقرفه والفلفل الاسود عاملين طعم مميز جدا جدا. الكبده طبعا مستويه وشكلها خطير. القوانص فيها قرشه كده اللي هي يعني اللي كلنا بنحبها، فبالطريقه دي الوصفه جميله جدا جدا. هغرفها وارجع لكم ونبتدي نشوف شكلها قد ايه مميز. شايفين بقى الجمال ولا الريحة والطعم؟ بجد في منتهى الروعة، حاجة كده خطيرة جدا. ولا طبق المخلل بتاعنا لازم تشوفوه. ده المخلل اللي احنا لسه عاملينه ما كملش اسبوع بجد، وكان مستوي وطعمه في منتهى الجمال، وفيه قرشة مميزة جدا جدا، احلى وانضف من اللي بتشتريه من بره مليون مرة. هندي الرز بتاعنا كده رشه من الخضار، بقدونس على كزبره واي شويه مكسرات. انا ما كانش متوفر عندي غير زبيب فضفت زبيب، بجد بيخلي الطعم حلو قوي. لو عندك اي نوع مكسرات تقدري تضيفيه طبعا.
الوصفة جميلة اقتصادية بسيطة جدا، تقدري تشتري نص كيلو كبد وقوانص، ما هوش سعره غالي، وتقدري تعمليه على شوية رز، هتبقي كده عملتي احلى غدا او احلى عشاء حسب ما بتفضلي. هيكون اكل اقتصادي وخفيف جدا. او ممكن لو انت مثلا ست بيت شاطرة وبتجيبي الفراخ وبتذبحي عندك، او مثلا بتجيبي وبتجمعي كبد وقوانص، تقدري تعملي برضو بالكبد والقوانص اللي انت مجمعاها. تقدري تعملي بكبد لوحدها او بقوانص لوحدها، الاتنين مع بعض برضو في منتهى الجمال. يا رب تكون الوصفة الاقتصادية الجميلة دي عجبتكم. لو عجبتكم طبعا ما تنسوش اللايك، حطوا لايكات كتير علشان الفيديو يترفع وكل الناس تقدر تشوف الوصفة الاقتصادية الجميلة دي. ويا ريت اللي بيشوفني لأول مرة ينزل حالا يشرفني بالاشتراك، هتلاقوا كلمة اشتراك مكتوبة تحت الفيديو، اضغطوا عليها وفعلوا زر الجرس اللي جنبها على الكل، علشان كل لما انزل فيديو وصفة جديدة تقدروا تشوفوه بكل سهولة وكمان تنفذوه. شيروا الفيديو لو حابين واكتبوا كومنت جميل زيكم. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. مع السلامة.